في كلمة سمعتها من معلم روحاني وحابة أشاركها معاكم، حاسة إنها فعلا هتفيدكم. بيقول إن أي موقف بيحصل في حياتك مش بيتقاس من الموقف نفسه، لأ، بيتقاس من ردة فعلك أنت للموقف، وإن التغيير بيحصل على حسب رد فعلك. يعني أنت لو في موقف معين بيحصل وأنت رد فعلك كان رد فعل معين، لو نفس الموقف حصل وأنت رد فعلك اختلف، الموقف كله هيتغير. نيجي مثلا لمثال، واحد مثلا مش عاجبه شغله، وكاره شغله جدا وعايز يغير شغله ده ومش عارف يغير شغله. لو هو بس غير منظوره للشغل ده واعتبر مثلا ان الشغل ده حاجة مؤقتة او حاجة انا باخد فيها خبرة معينة او مرحلة انتقالية تبقى المرحلة تانية اكتر، هو بس مجرد ان هو غير وجهة نظره تجاه الشغل. قال انا الشغل ده مثلا مرحلة انتقالية هكسب فيه خبرة معينة او هجمع فيه راس مال معين بحيث ان هو يساعدني على الخطوة اللي جاية. مجرد بس تغيير الفكر هيغير الموقف كله بالنسبة له. بدل ما هو كان بيروح الشغل وكارهه وكاره يعني حياته، لا، شوفوا تغيير بس منظوره للشغل اللي هو فيه غير تماما الوضع بتاعه. على الاقل هيروح الشغل وهو متقبل اللي هو بيعمله الفترة دي. لو في مثلا حد معين بيستفزك او حد معين انت مضطر انك تعيش معاه وانت بتعمل رد فعل معين تجاهه، انت مثلا اي فعل هو بيعمله انت بتستفز منه، او انت يعني بتبقى حاسس ان انت يعني مش متقبل ده. لو انت رد فعلك اتغير تجاه الشخص ده او تجاه الموقف اللي هو بيعمله معاك، نفس الكلام، هتلاقي طبيعي الشخص ده تأثيره عليك خلاص انتهى. فعلى حسب ردة فعلك انت للموقف، الموقف بيتغير لصالحك. الكلمة دي على فكرة مهمة جدا، والمعلومة دي فعلا هتفرق مع ناس كتيرة جدا لو هما فهموها صح واستخدموها صح.